اهلا بكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا ترشيح لفيلم جديد، وهو فيلم ذا جرين مايل. وهو فيلم للكبار فقط بسبب مشاهد العنف. وبيبدأ الفيلم براجل كبير في السن اسمه بول، عايش في دار مسنين، وبيحكي قصته لصديقته في الدار عن حاجة حصلت من سنين، سنة 1935. ساعتها كان شغال رئيس حراس في سجن جناح الإعدام، المكان اللي بينفذوا فيه أحكام الإعدام، وكانوا بيسموه ذا جرين مايل عشان الأرضية لونها أخضر. وفي يوم بيوصل سجين جديد، راجل ضخم اسمه جون كوفي، متهم بقتل بنتين صغيرين. ورغم حجمه الكبير كان صوته واطي وتصرفاته كلها هادية زي الطفل كده. بول وقتها كان بيعاني من وجع جامد في التبول، وفي مرة كوفي بيمسك ايده وفجأة الوجع كله بيروح. ساعتها بول بيبدأ يحس ان الراجل ده مش طبيعي، وبيكتشف ان كوفي عنده قدرة غريبة، بيقدر يشفي الناس من الأمراض. وزي ما شاف الفار الصغير بتاع سجين تاني، وزي ما شافها مرات مدير السجن اللي كان عندها ورم في المخ. وفي وسط ده كله كان في حارس سادي اسمه بيرسي، بيحب يعذب المساجين، وفي مرة تسبب في موت سجين بطريقة بشعة لما خرب تنفيذ الإعدام. وكمان بيوصل سجين جديد مجنون اسمه وايلد بيل، وده اللي كوفي بيلمسه في مرة وبيعرف الحقيقة. والحقيقة إن هو اللي اغتصب الطفلتين وقتلهم، مش جون كوفي زي ما كان متهم. بول والحراس بيعرفوا الحقيقة، لكن مش بيقدروا يثبتوا حاجة. وكوفي رغم إنه بريء بيقول لهم إنه عايز يرتاح وتعبان من الحزن اللي في العالم. وفي الآخر بينفذوا فيه حكم الإعدام. ومشهد موته من أكتر اللحظات اللي ممكن تكسر قلبك. بنرجع تاني لبول العجوز، وبنعرف إنه عاش عمر طويل جدا، وكأن كوفي ساب له حاجة من قدراته. وبيفضل طول عمره فاكر اللحظة دي، اللحظة اللي فقد فيها أطهر إنسان قابله في حياته. والفيلم بيعلمنا إننا ما نحكمش على الناس من شكلهم، وإن في حاجات مخفية جوه كل واحد. وأوقات بنحكم على الناس ظلم لأننا مش فاهمينهم، وبيكونوا أطيب خلق الله. وأحيانا الموت بيبقى رحمة من حياة قاسية مش دايما بنقدر نتحملها. جرين مايل مش بس عن السجن والعدالة، ده قصة عن الإنسانية والرحمة والأمل حتى في أصعب الظروف. المهم أرشح لكم الفيلم ده، أكيد هيعجبكم. أشوفكم فيديو قادم، سلام.